شو غيّرت فيكِ الرجعة على المسرح بعد عن هالغيبة، وشو أكتر شي جذبِك بهالمسرحية؟ جذبني بالمسرحية 3 أشياء. مازن، رالف، والنص. هول الأشياء. أنا رالف يعني ما بعتبره صديق، بعتبره خي، وكل أعمالهم تبعتها من زمان. وقت قال لي إنه بدنا نكون عم نقرا نص سوا، قلت له أوكي قبل ما أقرا النص. كنت مفكرة إنه النص لإله، بعدين لما اكتشفت إنه النص مش لإله قلت له أوكي بنقرا. بس حسيت النص كأنه رالف لأنه نفس الروحية. بتعرفي دايما بقولها هالجملة، الناس اللي بتشبه بعض تتلاقى بيجتمعوا. بحس جورج كمان كان إضافة كتير حلوة لفريق العمل، اللي كان هو صار له 4 سنين يعني مازن ورالف بيعملوا سوا. أنا كتير مبسوطة، وكانت الرجعة كتير ساتيسفاينج لأنه كنت كتير مشتاقة وما كنت عارفة قديش مشتاقة. يعني هلأ حاسة إنه بكرة آخر عرض، زعلانة شوي، زعلانة كتير actually. رح نرجع نشوفِك بأعمال تانية. أكيد ما بقى رح أغيب ووقف أبدا. أي أصعب على الممثل، إنه يضحّك الجمهور أم يبكّيهم؟ لا أكيد إنه يضحك، دايما الكوميدي كتير أصعب، لأنه مين ما كان بيقول كلمتين صايرين معه بالحياة. لا، ما في حدا ما صاير معه أشياء نكدة بحياته ومؤثرة. بس إنك تضحكي ناس كتير 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 صعب، خصوصي إذا ما عندك قبول. يعني أول خطوة هو إنه بدك تكوني قريبة أصلا للناس، وتاني خطوة هو إنه بده يكون في عن جد نص ذكي، مش بس هيك عم بضحك بطريقة سخيفة أو سطحية. يعني تكون عن جد النكت ذكية كتير لحتى تكون كوميديا حقيقية. وبرأيِك هل المسرح آخد حقّه اليوم بالوسط الفني؟ صراحة أنا كتير مبسوطة إنه المسرح أخد حقه. عم نشوف أعمال، يعني أنا في كتير أعمال ما قدرت أشوفها لأنه نحن عم نعرض. ونفس الشيء بالنسبة لزملائي بغير مسارح كمان ما قدروا يشوفونا. كانت أعمالنا عم تتضارب مع بعضها، وهذا دليل صحة. وأنا بعتقد إنه لأنه دايما المسرح هو البداية، إنه العدوى رح تنتقل للتلفزيون، وإن شاء الله كمان تنتقل للسينما ولكل شيء بالبلد، يعني كل المجالات يا رب. ونرتاح بقى، ما نضل مرعوبين من كل التخويفات اللي عم بخوفونا إياها. إنه السلام أهم شيء، السلام هون وبالبلد وبالعالم.